السلام عليكم شباب، شلونكم؟ وياكم علي شينودا والمعروف بعلي زين. اليوم شرحنا عن طريقة حماية حسابك من الإغلاق أو اختبار الصور، ذلك بسبب كثرة الحمل على شركة الفيسبوك. ومثل ما تشوفون هواية أشخاص مسوين أكثر من حساب، وهذا الشي يأثر سلبا. أول شي نروح على إعدادات، نروح تعديل. هنا خاف تشوفون استخدام عنوان البريد الإلكتروني على الفيسبوك، هذا ما نعطيه صح، نلغيه. وبعدين نروح على الأمان. أول شي نخلص من اختبار الصور. جهات اتصال موثوق بها نضغط عليها. هنا نعطي اختيار جهات اتصال موثوق بها. هذا الاختبار من تعطيه يعطيك يقولك اختار 5 أشخاص موثوق بهم. من في حالة إذا صار اختبار الصور تتصل بهذول الأشخاص الموثوق بهم، تعرف أقاربك أو أصدقائك، هم يساعدوك ترجع حسابك تتخطى الاختبار. أنا حضيف خالي أكيد، و نضيف 5 أشخاص. نعطي تأكيد، صاروا 5 أشخاص ضفناهم. هسه بعد أي اختبار صور يعني نواجهه. من بعد صارت عندك جهات موثوق بيها، وفي حالة هاي الشي غير موجود يصير عندك إغلاق. هسه نرجع مرة اللوخ. هنا البريد الإلكتروني إذا تقدر تضيف أكثر من إيميل تسوين 3، هذا كله زين. أول شي بعد إغلاق ماكو، تخلص من التبليغات، هذا يقوي حسابك بشكل كبير. تضيف حساب جيميل، حساب ياهو، بحيث يصير 3 حسابات عندك أو 2، هذا كله زين. والشغلة الثانية تضيف أكثر من رقمين لحسابك، يعني يصير حسابك مربوط برقمين هاتف، هذا راح يحافظ على حسابك. الشغلة الثالثة وهي الأخيرة، الإبلاغات. هسه أغلب الثغرات الإغلاق جاي يستعملوها الهكر، هي مجرد إبلاغات يدزوها شركة الفيسبوك، يتلاعبون بالإبلاغ يغلقون أي حساب. ونحن نعلمكم شلون تتخلصون من الإبلاغات الكاذبة. هنا نعطيه قم بتعطيل حسابك. هم راح تعطل حسابك فترة زمنية، ساعة، ساعتين، يوم، يومين، وترجع له. راح شك بلاغ عندك راح يروح. هنا انت شو وقت تريد ترجع؟ يوم، يومين، 3، شهر، بعد ما ترجع هي تعوفه. انا حخليه ما حعطله، ذاك فعلته. هنا نعطيه اريد ان ادرس وسأعود قريبا. سحقت خرب. هاي من راح تعطل حسابك. هنا نضغط عليها، من تعطي تأكيد وتسجل خروج راح شكو بلاغ موجود على حسابك راح يلغي.
كأنما حسابك سويتها، راح تخلص من هاي التبليغات، وإن شاء الله يا رب استفادتوا من الشرح. وهذا الشرح إهداء خاص لجروب بدون تحشيش من عيش. تحياتي للأعضاء، تحياتي للأدمن، وشكرا جزيلا لمتابعتكم، ويا رب يحفظكم ويعينكم. باي.